السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير قوي، بحبكم في الله. انا غبت عليكم فترة طويلة، انا عارفة كان غصب عني، كان في شوية ظروف. هنعمل النهاردة فيديو جامد جدا جدا، لايكاتكم وتشجيعاتكم علشان الكل يستفيد من الفيديو. هنعمل النهاردة اللانشون البيتي بطريقة سهلة جدا جدا للمدارس. اللي ما عملهوش هيعملوا معايا بطريقة بسيطة جدا وسهلة جدا وارخص من بتاع المحلات مليون مرة. معايا ربع كيلو من اللحمة، المفروض ان انا افرمها الاول حلو علشان تنعم معايا. وهنزل باربع حبات من البيض، واربع معالق من الدقيق، واربع جبنة ليستون، ودوبنا معلقة جيلاتينا زي ما انتم شايفين كده. ومعانا من البهارات معلقة توم بودرة، ومعلقة بصل بودرة، ومعلقة صغيرة من البابريكا، ومعايا معلقة من بهارات اللحمة، ومعايا معلقة من سبع التوابل، ومعلقة صغيرة من الملح، ومكعب مرق لحمة. وهدوب الكلام الجميل ده كله مع بعضه، وهنزل بنقطتين من جل الطعام لون غذائي. هدوبه حلو قوي، اللي حابب ان هو يحط لون طعام يحط، واللي مش حابب هيبقى طعمه حلو جدا ورهيب بجد. ريحته وانا بفرمه ريحته بجد كانت قلبة المكان، وكان ريحته حلوة قوي. جربوا الوصفة وان شاء الله هتعجبكم وهتنور رضاكم، وربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا. لايكاتكم يا جماعة، ننزل نعمل لايكات ونصلي على الرسول في التعليقات علشان الكل يستفيد من الفيديو. شايفين ما شاء الله القوام بتاعها حلو قوي، مش عارفة اشيل السلاح بتاع الكبة. شايفين ما شاء الله قوام اللانشون حلو قوي، مقاديره مظبوطة. مش اول مرة اعمله بالطريقة ديت، وناجح معايا مليون مرة. طريقته حلوة قوي وطعمه حلو ومغذي ومفيد، وكل مواد طبيعية مفيدة جدا من البيت. حاجات حلوة قوي هتخلي اولادنا يحبوه، وطعمه جميل جدا احسن من الشركات. مش عارفين بيستخدموا فيه ايه او بيحطوا فيه ايه. طعمه جميل جدا، هيعجبكم وهينور رضاكم ان شاء الله. شايفين قوامه؟ انا بفضيه في كيس اللي هو العادي، اللي هو بتاع الخزين العادي. ممكن تستخدمي كيس حراري يكون افضل واحسن. هنفضي الكمية كلها اللي في الكبة بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه دوت. اهم حاجة اطلع الهواء منه بطريقة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اقعد اخبطه على الرخامة حلوة قوي، واطلع اي هواء فيه علشان ما يبقاش مفرغ مني، ويبقى قطعة واحدة زي ما انتوا شفتوه في اول الفيديو. ويهدي مساحة للكيس علشان الرول بتاعي او اللانشون بتاعي بيزيد. زي ما انتوا شايفين كده حجمه بيزيد وبيتضاعف. شايفين ما شاء الله ما بيستوي بيزيد علشان البيض واللحمة والدقيق والحاجات اللي احنا ضايفينها. هلفه زي ما انتوا شايفين كده بورق فويل واعمله زي البونبوني، وهديله لفة كمان علشان ايه ما ينفتحش معايا وانا بسويه في المية. اهم حاجة ان انا اضغطه حلو زي ما انتوا شايفين كده. معايا اي حاجة محطوطة على النار فيها مية، واسيبها تغلي شوية، وهنزل بالرول بتاعي بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه. هياخد ساعة على نار هادية. هنعمل الشوكولاتة البيتي. معايا كوباية حليب، معايا نص كوباية من الكاكاو الخام الاسباني، ومعايا معلقتين من كريم شانتيه، ومعلقتين من الحليب البودرة، ومعايا كيس نسكافيه بطعم البندق. وهنزل عليهم كوبايه من السكر البودره بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه ده، وهضربه حلو قوي. ومعايا كوبايه الا ربع من الزيت، زيت يكون طعمه حلو. اضرب الكلام الجميل دوت في الخلاط بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه ده حلو قوي. وهنزل بالزيت سرسوب بسرسوب علشان ان هو يتقل معايا ويديني قوام النوتيلا او بديل النوتيلا اللي احنا بنجيبها من بره. وطعمه بجد بجد طعمه رهيب، وطعمه حلو قوي احلى من اللي احنا بنشتريه من بره مليون مره. شايفين قوامه تقيل وحلو ازاي؟ ربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا وتعملوا الافضل والاحسن. ده لو حطيتيه في التلاجة ساعة واحدة وهتاكلي منه طعمه بجد خيال. انا بيته ليلة كاملة في التلاجة وهيطلع قمر بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. شايفين ما شاء الله قوامه. هندخله التلاجة ليلة، واللانشون بتاعي كان استوى. هسيبه بقى يبرد واحطه في التلاجة ليلة، وهنطلعه بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه ده. ده تاني يوم الصبح بعد ما طلعته من التلاجة. شايفين متماسك وحلو ازاي؟ قوامه حلو قوي. شايفين ما شاء الله بيتقطع معايا جميل جدا. ربنا يحسن ما بين ايديكم تعملوا الافضل والاحسن. ما تنسوناش باللايكات علشان الفيديو بتاعي الكل يستفاد منه.
شايفين ما شاء الله على قوامه جميل جدا، احسن من اللي بيجي من بره مليون مرة. شايفين ما شاء الله على الجمال. هنجيب عيش فينو وهنعمله في السندوتشات كده، بيبقى طعمه بجد رهيب، طعمه حلو قوي، احلى من المحلات مليون مرة. حاجة نضيفة في بيتنا لاولادنا وحاجة صحية. خس، خضار، اي حاجة هتعمليه معاها هيبقى حلو قوي للمدارس بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه دوت. ودي الشوكولاتة بعد ما بيتها ليلة في التلاجة طلع قوامها تقيل وحلو قوي. شايفين ما شاء الله سهلة الفرد وناعمة وطعمها بجد خيال. ما تنسوناش باللايكات، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.